السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مدام نجلاء من قناة حكايات بنات مع نجلاء. النهاردة هنحكي قصة ليها العجب، قصة حقيقية واقعية وحصلت فعلا. يعني هي في الأرياف. مش هقول محافظة ايه، بس أنا هخش في القصة على طول. القصة البنوتة اسمها هبة، كانت بتحب زميلها في الجامعة، وزميلها ده بصراحة تقدم لوالدها أكتر من مرة علشان يطلبها، لكن والدها كان دايما بيرفضه. ايه السبب يا بابا؟ هو كده كان بيرفضه لان مثلا هو لسه شاب بقى وفي بدايه حياته وكده. قال لها لا، ده مش هيصلح للجواز وقدامه كتير والكلام ده كله. يا بابا انا بحبه وانا شارياه وهكمل معاه وهستنى لحد ما ان شاء الله يكون نفسه والكلام ده كله. لكن الاب كان رافض تماما، وما كانش فيه اي سبب مقنع من ابوها على الرفض ده. البنت بعد محاولات منه كذا مره انه يتقدم ويترفض، فطلب منها ان هي تهرب معاه. طبعا حضرتها فكرت شويه كده وقالت مفيش فايده، خلاص انا ههرب معاه وهسيب وهسيب البلد وهسيب لبابا كل حاجه، بدل هو رافض انه يجوزني الشخص اللي انا بحبه. وفعلا بالفعل هربت معاه. وباباها لما عرف ان هي هربت وسابت البيت وهربت مع الشخص ده قلب عليها الدنيا ما لقاهاش، لكن حلف ان هو لو لقاها لازم يقتلها، وقال لكل العيله لعمامها ولخلانها اي حد يعثر فيها ان هو لازم يقتلها. لكن الأم بعد فترة كده عرفت مكان بنتها، لكن ما بلغتش باباها ولا قالت له أي حاجة. وروحت زارتها، وكانت بتديها فلوس، وكانت بتجيب لها حاجات في التلاجة، وكانت يعني بتعونها على المعيشة بتاعتها. فالبنت كانت خايفة لحد يراقب أمها ويعرف مكانها، لكن أمها كانت بتقول لها لا ما تخافيش، أنا باخد احتياطاتي وحذري إن أنتي محدش يعرف مكانك. وفعلا كانت الام بتروح يا عيني، وكانت بتواسيها وبتجيب لها حاجات والكلام ده كله، زي كل ام بتحب بنتها وبتبقى خايفه عليها. توالت الاحداث والبنت حملت. والام برضو كانت مازالت بتقوم بالزيارات. وبعد ما حملت البنوته ولدت، ولكن الام كانت تعبت تعب شديد. بعد كده عرفت البنت ان والدتها اتوفت. طبعا حزنت جدا بطريقة غبية، وطبعا دي أمها طبيعي لازم تحزن يعني. وقعدت تعيط وانهارت، وقالت لجوزها لا أنا لازم أطلع في جنازة أمي. جوزها قعد يقول لها لا ما ينفعش تطلعي، لو أبوكي شافك أو عمامك أو خلانك هيقتلوكي. قالت له لا أنا لازم أطلع جنازة أمي. طيب قال لها طب تخفي أو البسي أي حاجة. قالت له لا، أنا هطلع زي ما أنا كده، وهاخد معايا ابني لعل لو شافوه ان هم ما يعملوليش حاجه، والبيبي ده يمكن يرقف قلبهم ويخلوهم يرحموني. هو كان معترض تماما، قال لها خلاص انت عايزه تروحي، انا مش هعرض